أنزل كتابا فأحل فيه حلالا وحرم فيه حراما، وأرسل نبيا وإماما فعلم الناس كل أنواع العلاقات، علاقة الفرد مع ربه والفرد مع نفسه والفرد مع بقية المجتمع، وعلم الإنسانية كيف تصنع حضارة وتسوس الدنيا بالدين. ولذلك لما نزل القرآن نزل في 6200 وبضع آية، منها 600 آية اسمها آيات الأحكام، فالذي يفصل الدين عن الدولة ببساطة شديدة يلغي 600 آية من القرآن. إن أردنا في رأيي أن ننظم العلاقة بين الدين وبين السياسة بمضامين ومعاني ديمقراطية لابد أن ننظر إلى القضايا التالية. الأمر الأول فيما يتعلق بالدستور. الدستور يمكن لدستور البلاد بكل تأكيد، وهذا هو الحادث في الحالة المصرية وسيحدث في مصر مع الدستور الجديد القادم، أن يستلهم المرجعيات الدينية، أن يستلهم المرجعية الدينية، أن يعبر عن مبادئ وعن مقاصد المرجعيات الدينية المختلفة، ولكن الدستور بالإضافة إلى ذلك هو خيط قانوني ناظم يمكن أن يستفيد من خبرات تراكمت في مجتمعات ودول أخرى ومن ثقافات ومرجعيات متعددة تراكمت لدينا في مصر، لأن مصر بكل تاريخها وبكل حضارتها وبكل ثقافتها لا يجب أن تقتصر فقط إلى مرجعية دينية واحدة. مصر أشمل من ذلك. الذي يفهم هذه الإشكالية أنا أدرك مكمن الخلل. مكمن الخلل خلل في مضمون المصطلح، لأنه أسقط مفهوم الدين في الفكر الغربي على مفهوم الدين في الفكر الإسلامي، لأن هناك ما لقيصر لقيصر وما لله لله. أما في الإسلام رب السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الأمر كله لله، وقيصر وما ملك عبد لله وإن أبى. فيما يتعلق بالدستور، المسألة الثانية هي تلك المتعلقة بالدولة، وفيما خص العلاقة بين الدين والدولة. عندما نعرف هذه العلاقة وننظمها في إطار ديمقراطي، الدولة هي كيان محايد. الدولة لا تلتفت حين تتعامل مع المجتمع ولا تلتفت حين تتعامل مع المواطنين إلى انتماءات المواطنين الدينية، ولا تلتفت إلى انتماءات المواطنين العرقية، ولا إلى خلفياتهم الاجتماعية، ولا إلى النوع. هذا الكتاب كتابي عندما كنت في أولى في هذه الكلية في هذا المدرج من على هذه المنصة، وكان يعلمنا أستاذنا كيف أن الشريعة الإسلامية قد انتصرت كل أقسام القانون قسما قسما بنفس التوزيع العلمي الذي نشأ عليه نهج الغرب في تقسيم مفهوم القانون. قال بعد تمام البيعة مباشرة قال اتخذوا من بينكم 12 نقيبا. أول من خلق، أول من أوجد، أول من شرع نظام التمثيل النسبي واختيار النواب بالإرادة المباشرة كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعدما عقد البيعة واختار النقباء نزل القرآن يقول وأمرهم شورى بينهم، وهذه الآية من القرآن المكي أي قبل أن تقام دولة الإسلام في المدينة. فما معنى أمرهم شورى بينهم؟ من هم؟ هم الشعب. فإذا حذفنا الضمير ووضعنا العلم فأصبح أمر الشعب شورى بين الشعب، اللي سموها ديمقراطية حكم الشعب بالشعب. مين اللي طلعها؟ مين اللي علمها؟ مين اللي شرحها؟ مين اللي وضعها؟ مين اللي نفذها؟ النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. الجزئية الثالثة السياسة والدين بالمعنى الديمقراطي. السياسة تحقق صالحنا جميعا كمواطنين، المواطن والمواطنة، لكل مواطنة ولكل مواطن في الدولة المعنية في المجتمع المعني، والإشارة إلى مصر وبغض النظر عن الانتماء الديني أو التميزات الأخرى. فلما انتقلنا إلى المدينة وضع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم واحد سنة واحد شهر واحد سنة واحد هجرية بمجرد الانتقال إلى المدينة وضع صحيفة المدينة، وهي تقع في 46 مادة جمعها الأستاذ الدكتور محمد
الرئاسية لتكون هذه الوثيقة أول دستور مدني مكتوب في 46 مادة تعرفها البشرية لم يكن يعرفوها قبل الإسلام. فنحن الذين قررنا مبدأ الشورى وحكم الشعب للشعب، ونحن الذين قررنا النظام النيابي الانتخابي في بيعة العقبة قبل أن تقوم الدولة، ونحن الذين وضعنا أول دستور مدني مكتوب في أبواب ومصنف في مواد لا زال يعمل، لا زال حتى الآن يتحدى أعظم دساتير البشرية على سبيل التحدي في القانون الدستوري المقارن. ولكن أين المحك؟ أين الفيصل بين أن نتحول إلى سياسة تغيب عنها معالم الديمقراطية وأن نبني سياسة ديمقراطية؟ هو أن التعبير عن المرجعيات الدينية إن من خلال تيار معين أو جماعة معينة أو حزب معين أو مؤسسة أو فرد أو رمز عام، هو أن هذا التعبير لا يدعي ثلاثة أمور. لا يدعي أنه يحتكر الحديث باسم الدين، لأن ليس من حق أحد أن يحتكر الحديث باسم الدين. السياسة بهذا المعنى، الدين عندما يعبر عنه السياسة بهذا المعنى أحد مكونات الحياة السياسية، حركيا مستوى الأحزاب والجماعات، فكريا على مستوى الأفكار والرؤى المطروحة، معرفيا على مستوى المرجعيات المستفهمة. وهنا الدين لا يرفض التعبير السياسي يا جماعة لو سمحت. ثالث الأمر الثالث والأخير هو أنه لا بد من الفصل في السياسة المدنية. عندما تستلهم حركة معينة أو جماعة معينة مرجعية دينية لابد من أن تفصل بين الوظيفة الدعوية للدين وبين ممارسة السياسة. هل كان النبي يعبث عندما ينشئ سلطة حاكمة ويرجع الحقوق كلها عنده ويوزع الحقوق والواجبات ويضع سلطات الدولة ثم يقلد الجيش ثم يعقد الصلح ويمارس مهام سياسية بامتياز لم يعرفها العالم حتى الآن؟ ألا يقال أن ذلك سياسة؟ وهل هناك أعظم من محمد في السياسة؟ ممكن يعني اسمع مني، ممكن نسمع هداف كلنا ايد واحده.